أكيد كلنا سمعنا نصيحة أقطع علاقتك بالناس السامة عشان تحمي سلامك النفسي. والحقيقة أحياناً النصيحة دي بتكون ضرورية جداً، خصوصاً لو في سلوك مؤذي فعلاً. لكن خلينا نكون صريحين، في أغلب الأوقات المشكلة مش في إن الناس وحشين، المشكلة هي شعورنا إحنا بالإرهاق والاستنزاف. الشعور ده ممكن يخلينا نميل للعزلة من غير ما نكون قاصدين. علم النفس دايما بيقول إننا كبشر محتاجين للتواصل والعلاقات عشان نكون بخير. طيب، إذا التحدي الحقيقي هو إزاي ممكن نحافظ على سلامنا الداخلي ونقلل من الإرهاق النفسي ده من غير ما نضطر نمسح كل الناس من حياتنا. وده بالظبط اللي هنركز عليه في تحليلنا النهاردة. طيب، الشعور بالاستنزاف ده ليه اسم علمي وهو الحمل العاطفي الزائد. إيه هو بقى؟ هو الإحساس التقيل ده لما طاقتك كلها بتتسحب لأنك بتحس إنك شايل هموم ومشاكل كل اللي حواليك، وكأنها بقت مشاكلك أنت شخصياً. تمام، خلينا نتعمق أكتر. أول استراتيجية بتبدأ من جوانا، من طريقة تفكيرنا نفسها في علاقتنا. يعني الحل مش دايماً في الهروب، أحياناً بيكون في مجرد إعادة النظر في الأمور. وهنا بقى في نقطة مهمة جداً لازم نفرق بينها. مش كل خلاف أو سوء تفاهم معناه إن العلاقة دي سامة، لا طبعاً. الخلافات البسيطة أو لحظات التوتر دي جزء طبيعي وصحي في أي علاقة. المشكلة الحقيقية بتكون في الأنماط المتكررة، زي عدم الاحترام المستمر أو الأذى المتعمد. مجرد ما بنفهم الفرق ده، القلق والاندفاع لقطع العلاقات بيقل كتير. والفكرة دي عبقرية بصراحة. مش المفروض إن كل الناس في حياتنا يكون ليهم نفس القدر من الوصول لوقتنا وطاقتنا. السلام النفسي بيجي لما بنبدأ نعدل كمية الوقت والثقة والطاقة اللي بنديها للناس على حسب مكانتهم في حياتنا. الموضوع مش لازم يكون حذف للشخص، ممكن ببساطة يكون تغيير مستوى وصوله ليك. والآن بعد ما أعدنا التفكير في علاقاتنا، خلينا ننتقل لأداة تانية عملية جداً وقوية جداً، وهي فن وضع الحدود الذكية. ودي النقطة الجوهرية. الهدف من الحدود مش إننا نعزل نفسنا ونبني أسوار، لأ، الهدف هو الحفاظ على نفسنا. الحدود دي هي اللي بتسمح لنا نفضل على تواصل مع الناس وفي نفس الوقت نحمي مساحتنا وطاقتنا. ودي كلها أمثلة واقعية جدا. حماية طاقتك ممكن تكون في حاجة بسيطة زي إنك تقرر ما تردش على الرسائل في نفس الثانية، أو إنك تقول بكل بساطة مش هقدر أتكلم في الموضوع ده دلوقتي، من غير ما تحس بالذنب. الأفعال الصغيرة دي هي اللي بتبني سلام داخلي قوي مع الوقت. تمام، دلوقتي بقى ننتقل للمهارات الداخلية. الاستراتيجيات اللي جاية دي بتتعلق بالحفاظ على هدوءنا في المواقف الصعبة، وده من خلال التركيز على الحاجة الوحيدة اللي نقدر نتحكم فيها فعلاً، وهي نفسنا. مصطلح الانفصال العاطفي ممكن يبان إنه حاجة سلبية، لكن هو العكس تماماً. هو مش معناه إنك تكون شخص ما بيحسش، لا، هو ببساطة مهارة إنك تتوقف عن امتصاص كل طاقة سلبية أو رأي سلبي حواليك. إنك تشوف اللي بيحصل بس من غير ما تسمح له يحدد حالتك النفسية. طيب، خلينا نتخيل سيناريو بيتكرر كتير. في شخص يومه وحش وبيوجه لك طاقة سلبية أو انتقاد. رد الفعل التلقائي ممكن يكون إننا نتضايق أو ندافع عن نفسنا. لكن مع مهارة الانفصال العاطفي الرد بيكون مختلف. ممكن ببساطة تلاحظ وتقول لنفسك الشخص ده مزاجه سيء النهاردة، من غير ما تستوعب أنت المزاج ده. تشوف نقده على أنه مجرد رأي أو معلومة، مش حقيقة مطلقة عنك. ده بيحافظ على هدوءنا حتى في أصعب المواقف. وهنا بنوصل لجوهر الموضوع كله. جزء كبير من استنزافنا النفسي بيجي من محاولاتنا المستميتة لتغيير الناس أو توقع سلوك معين منهم. السلام الحقيقي بيبدأ لما بنتقبل حقيقة إنه القوة الوحيدة اللي بنملكها هي تحكم في ردود أفعالنا وحدودنا إحنا وبس. إذن بعد كل الاستراتيجيات دي بنوصل لرؤية جديدة ومختلفة للسلام النفسي، رؤية مش قائمة على الهروب والعزلة. وده هو الهدف النهائي اللي بنسعى له. حماية السلام الداخلي مش معناها إننا نبني جدران حوالينا، لكن معناها إننا نتعلم إزاي ندير طاقتنا بذكاء ونفهم مين العلاقات اللي تستحق وقتنا واهتمامنا فعلاً. وفي النهاية أحب أسيب كل واحد مع السؤال ده عشان يفكر فيه. بناءً على كل اللي ناقشناه، يمكن في علاقة معينة في حياتنا مش محتاجة تنتهي. كل اللي محتاجاه هو تعديل بسيط في حدودها عشان نحافظ على توازننا وسلامنا.